المحتوى بتاعك كويس جدا وفيه شفافية، يا ريت ما توقفش، وحابب تكلمنا عن طريقة دروب شيبنج لحلال في امريكا. بص، طول ما انت تبعت لي كومنتات زي دي او الاقي الناس يعني عاجبها الفيديوهات، ان شاء الله مش هوقف وهفضل مكمل. بص بقى، طريقة الدروب شيبنج لحلال في امريكا، انا يعني ما اقدرش افتي اقول ايه الحلال والحرام، بس هقول لك حاجه، هقول لك الاوبجكشنز او الحاجه اللي الناس بتتكلم فيها، اللي هو الناس بتقول ان انت بتبيع حاجه ما بتملكهاش. فالدروب شيبينج هي اتس ميثود اوف فولفيلمنت، يعني طريقه شغل يعني مختلفه. تمام، فانت ممكن تعملها ايه، ممكن في اي شركه هتتعامل معاها انت بتعمل يعني بتحط فلوس في السيستم، وبعد كده لما بيجي لك اوردر يتشحن، فمعنى كده ان انت اشتريت البضاعه ان ادفانس، وبعد كده بتبيع. عايز تشتري بضاعة بعينها، يعني تقول مثلا انا هشتري من دي مثلا 50 قطعة او 30 قطعة او whatever، وتحطها في المخزن، ولما يجي لك اوردر توصله، ده تمام، مفيش برضو مشكلة. الطريقة بقى بتاعت الدروب شيبينج في العموم، اللي انت بتفتح شركة في امريكا، بعد ما بتفتح شركة في امريكا بتعمل ستور على شوبيفاي. هتلاقيني حاطط لينك في البايو، بيدي اول 3 ايام مجانا، وبعد كده كل 3 شهور لمدة 3 شهور كل شهر بدولار واحد، تسجل على شوبيفاي وتحط المنتجات بتاعتك تعرضها عليه. وبعد كده بتعمل الاعلانات بقى، انا بنصح بالفيسبوك يعني، وتكون ملنك مع السبلاير اللي هيشحن المنتجات بس، وتسوق بقى، وان شاء الله لما يجيلك اوردرات هي توصل على طول. ربنا يوفقك ان شاء الله.